السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. لما ولادك يطلبوا سندوتشات كريب وتبقي محتارة تعمليها لهم في البيت ولا تشتريها من بره، وتفكري تشتريها من بره وتسألي تلاقي السندوتش ب95 جنيه، يبقى لازم تعمليه في البيت علشان أوفر وأنضف وألذ، وما شاء الله تبارك الرحمن طعم جدا. شايفين الجمال تبارك الرحمن؟ هتعملي كمية كبيرة جدا بتكلفة بسيطة، وكل ده تقريبا بتمن ساندوتش واحد من اللي هتشتريه من بره، بالإضافة لنظافته ولذاذته وشكله القمر زي ما بنشتريه من بره وأحسن كمان. خليكي معايا بقى لآخر الفيديو علشان نشوف تفاصيل الكريب الخطير ده وطعامته وقرمشته معمول ازاي. يلا على طول نجيب درق الخلاط، ننزل فيه بكوب من المية وكوب من الحليب بنفس الكوب المعياري. هننزل عليهم بمعلقة سكر صغيرة، وكمان هننزل ب3 معالق من الزيت، زيت يكون نضيف، زيت ذرة. ونبتدي كمان ننزل ببيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش من التلاجة. وكمان هننزل بمعلقة خل، طالما معانا بيض يبقى ننزل بمعلقة خل علشان تمنع زفارة البيض. وكمان هننزل بنص معلقة صغيرة من الملح عشان احنا هنعمل الكريب بتاعنا النهاردة مالح. هناخد المكونات دي نضربها كويس، وبعد كده ده شكلها بعد ما اتضربت كويس. هننزل بعد كده بكوبين دقيق بنفس الكوبين اللي احنا عايرناهم قبل كده الحليب والمية، نفس الكوب المعياري هو اللي هنعير بيه كل المقادير عندنا. هناخد بقى نضرب الخليط بتاعنا، وبعد ما ضربناه بنجيبه ننزل كده كل الدقيق اللي موجود على جدران الخلاط، ونقلبه تقليبة كويسة علشان نتأكد ان كل الدقيق اختلط معانا مع المواد السائلة. ونرجع نضربه مرة كمان علشان نتأكد انه هو ناعم معايا تماما. بعد كده بمرره على مصفى علشان لو في اي تكتلات او اي كلاكيع لسه ما اتضربتش كويس اتخلص منها، علشان الكريب بتاعي يطلع ناجح وناعم كده وبرفكت. هنصفيه كويس، شايفين تبارك الرحمن. ونشوف بقى الخليط بتاعنا ده القوام اللي انا عايزاه. انا عايزه قوام كده ما بين الخفيف والتقيل، يعني مش عايزاه تقيل قوي. انا مش بعمل بان كيك ولا كيك، انا بعمل كريب، فبيبقى خفيف شويه علشان لما اصبه في الطاسه يتحرك معايا ويطلع قوامه حلو جدا. وكمان هنقلبه كده واوريكم القوام مره تانية بعد ما تشدي خط كده على المعلقه وما يلمش بسرعه كده، يبقى الخليط بتاعك تمام. لازم نسيبه على الاقل ربع ساعه يرتاح، وبعد كده نبتدي نسويه. علشان نسويه هنجيب الطاسه بتاعتنا او اي مقلايه ما بتلزقش، ونبتدي نجيب نقطه زيت كده وندهنها ونمسحها بمنديل. بعد كده بنصب خليط الكريب، وقبل ما نصبه لازم نقلبه بمعلقه علشان الخليط يبقى متجانس كده وما يكونش الدقيق راقد في البوله بتاعنا. هسيبه بقى يتشمع من تحت كده لحد ما الحروف بتاعي تبتدي ترفع، ببتدي اقلبه على الوش التاني. تبارك الرحمن ما بياخدش وقت وبيطلع ناجح جدا. كل مرة بعمل مسحة بنفس المنديل اللي انا عملته في الاول، وبصب كمية على قد الطاسة بتاعتي، على قد المقاس بتاعها، ما بزودش كتير ولا بقلل زيادة عن اللزوم علشان يطلع المقاس مظبوط كده، والكريب ما يكونش تخين معايا وانتي بتاكلي ما تحسيش ان انتي بتاكلي عجين. تبارك الرحمن لونه خطير ازاي وتحفة جدا. بعد ما اتشمعت الكريباية بقلبها على الوش التاني، وفي حالة ان انت قلبتيها ولقيتيها ما احمرتش ممكن ترجعي تاني تقلبيها مرة تانية، مش هيحصل حاجة خالص. تسوية الكريب من اسهل الحاجات، تقدري تعمليه حلو ومالح بنفس الطريقة، بس في المالح بتحطي ملح وفي الحلو بتحطي سكر بس. ما شاء الله تبارك الرحمن. ثواني كده تقدري تعملي اي كمية، لو التزمتي بالمقادير هيطلع معاكي ناجح جدا جدا. تبارك الرحمن. بتهدي النار علشان يستوي من تحت، وما بين كل مرة ومرة كده بتسيبي الطاسة تهدى شوية علشان الكريب يطلع معاكي حلو، ما يعني ما يشطش اول ما تحطي العجينة وتتكتل كده في النص. شايفين؟ ولازم تحركيه كده شمال ويمين علشان يتوزع كويس جدا جدا. خلاص قلنا كل تفاصيل تسوية الكريب عشان يبقى معاكي حلو جدا، وهكتب لكم برضو المقادير في الاخر في صندوق الوصف علشان تلتزموا بيها لما تعملوا الكريب يطلع معاكم تحفة بالشكل ده. شايفين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. بتحاولي ما
حمصيهوش زيادة علشان وانت بتلفي السندوتشات تتلفي معاكي بسهولة وما يتكسرش منك. شايفين جماله؟ اللهم بارك. بتخلصي اي مقدار في ثواني ما شاء الله. الكمية دي عملت معايا تقريبا 7 كريبات، مقاس كبير، مقاس 26 الطاسة بتاعتي. وده شكل الكريب بتاعنا بعد ما خلص. النتيجة اللهم بارك روعة. بخرجه زي ما احنا شايفين كده على فوطة او على مناديل مطبخ علشان ما تحطيهوش على حاجة بلاستيك او حاجة ستيل كده فيعرق على بعضه، لازم لانه بيبقى طالع سخن. فبنحطه على اي فوطة او مناديل مطبخ علشان ما يعرقش ويطلع منه بخار كده ويعجنه. اللهم بارك. شكله تحفة، طري جدا، شايفين؟ تحفة جدا ومغذي، عبارة عن بيض وحليب وكمان لذيذ. شايفين الطراوة بتاعت العجينة؟ اللهم بارك. تتنيها وتفرديها سهلة سهلة جدا وفي منتهى البساطة. شايفين؟ هنعد كده: 1 اللهم بارك، 2 3 4 5 6 7 قطع. 7 قطع من الكريب ما شاء الله. عملناهم من كوبين 2 من الدقيق وكوب لبن وكوب حليب يعني وكوب مية وبيضة واحدة. هنبتدي بقى نعمل السندوتشات بتاعنا. شايفين؟ اللهم بارك. الطراوة طالما بتتنيه وتلميه كده يبقى الكريب بتاعك ناجح جدا وتقدري تشكليه بسهولة. هجيب بقى الحشوة بتاعتي. انا محضرة حشوة هعمله النهاردة بالبانيه. حمرت كده كام قطعة من البانيه كانت عندي متبلة جاهزة، وهبتدي بقى احط الحشوة بتاعتي اللي انا عايزاها. هرص البانيه بتاعي، وحمرت برضو بطاطس علشان الساندوتش يبقى غني كده ومليان. وهبتدي ارصه، وانا برصه بحاول يعني اعمله على شكل مثلث كده علشان يبقى سهل عليا وانا بلفه. بعد كده بحط يعني فلفل الوان زي ما واضح كده، وارص البطاطس. وتقريبا لفة الكريب بتبقى ليها يعني حرفانة شوية في المطاعم. احنا مهما عملنا ما بتطلعش بالشكل اللي هم يعني بيعملوه، لان كمان الكريب بتاعهم بيبقى مقاسه كبير جدا، لانه بيعملوه على طاسات كبيرة او مقلايات كبيرة جدا مخصصة للمطاعم. شايفين؟ ونبتدي نلفه كده بالشكل دوت كورنيه كده علشان يطلع معانا في الاخر الشكل المتعارف عليه بتاع ساندويتش الكريب الخطير ده. شايفين؟ اللهم بارك. الساندويتش بتاعنا مليان بالحشوة وشكله مميز جدا. هبتدي اعمل واحد تاني نعمله بطريقة تانية. بقطع الرغيف الكريب كده معايا لحد السنتر من ناحية واحدة، وبعد كده برص الحشوة، برصها تحت بعضها كده بشكل مثلث، بيبقى قاعدته لفوق عريض والتحت رفيع علشان لما الم الساندوتش يديني الشكل الكورني ده. هنلفه ونحط الاول الفلفل الالوان، وبنحط جبنه موتزاريلا علشان تسيح وتمسك الحشوه جوه الساندوتش. الربع التاني بحط فيه البطاطس المحمره، وببتدي بقى احط الصوصات المتاحة عندي او المفضلة والفه بالشكل ده. اول جزء باخده الفه على بقية الاجزاء وهكذا لحد ما يتقفل معايا. تاني بقى هعمل تاني كل الكمية اللي عندي نعملها بالشكل ده. ممكن تعملي بس الكريب بالبطاطس بس والتومية والصوصات بتبقى تحفة جدا برضو، زي السندوتشات السوري كده، بس بتبقى بالكريب مش بالعيش السوري، وبتبقى برضو مميزة جدا بعد ما تقرمشيها وتبقى طعمها مميز. هنعمل كمان واحد بالشكل ده البانيه، كمان الجبنة والفلفل الألوان. الربع التاني بنعمل البطاطس زي ما احنا شايفين. كتري بقى الحشوة علشان يبقى الساندوتش بتاعك مليان كده وغني، بس ما تزوديش زيادة عن اللزوم علشان تقدري تقفليه كويس جدا. الصوص بقى زي ما انتي عايزة، ونلف الساندوتش بتاعنا بالطريقة دي. اللهم بارك. كده خلاص قفلنا الساندوتش، وهنكمل كل الكمية اللهم بارك بالطريقة القمر دي. اخر واحد بقى بعمله بحط كل الجبنة اللي عندي وبقفله بنفس الطريقة، وما نروحش نشتري الساندوتش الواحد ب 95 جنيه عشان تأكلي أفراد أسرتك. عايزالك أقل حاجة 500 جنيه.
لو كل واحد هياكل سندوتشين في غدا يبقى هتعوزي لك مبلغ وقدره. خلاص خلصت السندوتشات بتاعتي، وهاخدها بقى على الطاسة، نفس الطاسة اللي انا سويت فيها الكريب. بحط فيها معلقتين 2 من الزيت كده، وانزل بالكريب طبعا فيها بنفس الرصة دي، وابتدي احمصه بقى من تحت علشان ياخد القرمشة الخطيرة اللي احنا كلنا بنحبها. شايفين تبارك الرحمن ما شاء الله، الريحة خطيرة جدا. الكريب بعد لما بيتقرمش بيبقى طعمه في منتهى اللذاذة. طبعا مفيش حد بيحب ياكله زي ما هو كده، لازم على طول يعدي على الطاسة كده ياخد له قرمشة لذيذة، وما ينفعش تقرمشيه من غير معلقة الزيت اللي بتحطيها تحته، بتديله تحميصة خطيرة. لو حمصتيه بدون زيت هيبقى هيتحرق وياخد لون مش مفضل، يعني مش هيبقى لذيذ. لكن التحميصة دي بتديله اللون القمر اللي احنا شايفينه ده ما شاء الله. ممكن تقلبيه مرة تانية لو حسيتي انه هو مش متحمص كويس، لحد ما تاخدي التحميصة اللي انت حباها. اللهم بارك، احنا بنحبه متحمص جدا، فبقلبه مرتين 3 لحد ما اوصل للشكل او القرمشة اللي انا حباها. بعد كده بخرجه بقى على طبق التقديم. اللهم بارك. وممكن كمان تحمصي سندوتش كده واحد بواحد على الجريل بالطريقة دي، زي المطاعم بيعملوا واحد واحد، فبيبقى معاهم مقرمش جدا وشكله خطير. انا كده خلصت تحميص الكريب بتاعي. اللهم بارك. ودي النتيجة النهائية، تحفة جدا جدا زي ما احنا شايفين تبارك الرحمن. عملت 7 سندوتشات من الكريب بكوبين 2 من الدقيق وبيضة واحدة بحشوة بسيطة جدا. قطعتين 3 من الكريب كانوا موجودين في التلاجة، وما شاء الله تبارك الرحمن عملنا غدا لذيذ وطعمه مميز جدا. وبلاش تروحوا تشتروا حاجة من بره، سامعين معايا القرمشة، ما انتوش ضامنين ابدا النظافة ولا ضامنين معمول فيها ايه، واللي عاملها كويس او تعبان او بيكح او بيعطس. يبقى احنا نعمل حاجتنا في البيت بمنتهى النظافة ومتأكدين من كل حاجة تبارك الرحمن. وكمان وفرنا كتير جدا لبيتنا ونعمل بيها وصفات تانية كتير. انا خلصت النهاردة سندوتشات الكريب بتاعتي، اتمنى تجربوها وانا متأكدة انها هتعجبكم جدا. هكتب لكم كل المقادير بتاع الكريب في صندوق الوصف، وان شاء الله هيطلع معاكم ناجح جدا، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، وان شاء الله نتقابل دايما في كل جديد. ولو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش بقى تفعلوا الجرس على الكل، وتعملوا سبسكرايب للقناة وشير كتير علشان الكل يستفيد. ان شاء الله نتقابل دايما في كل جديد، واشوفكم على خير ومع السلامة.